قبيله كنت نقول له شكون قرا محمد الخامس؟ محارس قيب النصر، عالم جليل، دلسي. ماشي برجي. لا دلسي، كان مفتي الملكي في الجامع الكبير في 1912 حتى 1922. عامين في المغرب، قرا محمد الخامس، جزائري، عالم. الحاجه الاولى اللي غيدير مولاي يوسف، وهو غادي يقول الحاجه الوحيده اللي غيمكن المغرب يسترجع بها شويه ديال الشخصيه ديالو هو التعليم، وغادي يبدا بولادو. غادي يقول ولادي، شكون هما ولادو؟ ولادو مولاي ادريس، مولاي الحسن، سيدي محمد، ومولاي عبد السلام. مولاي عبد السلام صغير على سيدي محمد بشي 3 شهور ولا 4 شهور، شي حاجه بحال هكذا. هادو خصهم يقراو، وخصهم يتعلموا كذلك اللغه الفرنسيه باش ينفتحوا على العالم. فطلب من واحد كنعرفو سميتو المعمري. هاد المعمري منين جا؟ هاد المعمري جا من القبايل، زواوي، من القبايل الجزائر. غادي يجي، غادي يكون هو الاستاذ ديال هاد 4 ديال الولاد، 4 ديال الامراء. غادي يقريهم العربيه ويقريهم الفرنساويه. حنا نقولوا اللي قراو السلاطين نتاع المغرب نديروا لكم نهار كاع الجزائريين. الشيخ المنداسي اللي كتب ساقني بكاس الاول هو اللي قرا مولود معمري، هو اللي قرا مولاي اسماعيل. الشيخ المنداسي اللي كتب ساقني بكاس الاول مثل مثال. محارس قيب النصر، عالم جليل، كان مفتي الملكي في الجامع الكبير، مشى قرا السلطان تاعكم. مولود معمري، وليد مولود معمري هما اللي قراو السلاطين تاعكم. وهنا غنذكر بشي حاجه اخرى، وهو ان مولاي يوسف غيصيب راسو مع الصدر اعظم هو المقري، جا من تلمسان، وغادي يصيب مدير التشريفات ديالو وهو قدور بن غبريط، جا من تلمسان، وغادي يصيب اللي تيقري له ولادو